السلام عليكم اخوان. في هذا الفيديو ان شاء الله السلام عليكم اخوان. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي تعرفوا على بعض الحلول لبعض المشاكل اللي كتكون في اجهزه التيف بوكس. المهم اللي كنعتبرهم ماشي مشاكل، ولكن المهم غالبيه هاد الامور كتكون اما من الاستخدام ديال الزبون، يعني الصاحب. المهم اغلبيه هاد المشاكل كتكون اما عن طريق سوء استخدام، او بعض الامور اللي كتكون يعني عاديه، يعني تقدر تكون امور عاديه بالنسبه للجهاز. وطريقه الشرح طريقه الحلول ديالها وبالنسبه للحلول ديال هاد الامور هذه غادي نمشيو معكم خطوه بخطوه. يعني يقدر يكون الحل ديالك، يعني المشكل ديالك في هاد الحلول اللي غادي نعطيو. المهم تبع معنا الفيديو حتى الاخر. الا كان هذا الفيديو مفيد لك 100%، يعني الا كان هذا الفيديو مفيد لك 100%، كنتمنى ديروا معنا اذا كان هذا الفيديو هذا مفيد لك 100%، دير بلايك، ضغط. اذا كان هذا الفيديو مفيد لك ما تنساش دير اشتراك في القناه، وايضا ما تنساش دير اشتراك في القناه، ما تنساش دير اشتراك في القناه والضغط على زر لايك، وايضا الاعجاب بالفيديو. اذا نبداو على بركه الله. واخا نبدلو التليكوموند، نمشيو سيدي الكابل اش دي ام. هذه المشاكل اللي غادي نتعرفوا عليها، يعني كما قلنا طريقه الاستخدام ديال اي شخص، يعني بالنسبه لطريقه الاستخدام ديال الزبون كيفاش كيستعامل مع الجهاز ديالو. اول شيء الا خديتي الجهاز ديالك، يعني دابا غنهضروا على الاجهزه التيف بوكس اون جينيرال، كما كان النوع ديال الجهاز. يعني بالنسبه للمشاكل اللي تقدر تصادفها كتعتمد على طريقه الاستخدام ديالك للجهاز. اذا بالنسبه لهاد المشاكل اللي غنعطيو الحلول ديالها غنعتمدوا على اون جينيرال، يعني الاجهزه كما كان النوع ديالها، كما كان نوع الجهاز التيف بوكس ديالك. نتمنوا انه يكون الحل ديالك في هذا الفيديو هذا. اذا من بين المشاكل اللي غتكون، مثلا خديتي جهاز تيف بوكس جديد، يعني ما كنهضرش على جهاز معين كما كان النوع ديالو، يعني ما كنهضرش على جهاز معين. هاد المشاكل هذه كامله كتكون في اجهزه التيف بوكس. صافي الاخوان، المهم كنهضر على اجهزه التيف بوكس اون جينيرال. صافي، ما كنقصد حتى شي جهاز، وكل شيء كيكون معني بالامر. يعني الاجهزه كامله كتكون معنيه بالامر. يعني بالنسبه لاول مره تستخدم جهاز شريتيه وبغيت تستخدمه مع التلفازه، اذا شنو غدير؟ المهم باينه غدير كابل اش دي ام، ولكن بعض الخطرات كدير كابل اش دي ام وما كيخدملكش. يعني شنو غدير؟ غتشوف التليكوموند ديالك، غدير التليكوموند ديالك، تقلب على التليكوموند ديال التلفازه. كنهضر على التليكوموند ديال التلفازه. انتم كما كتشوفوا معايا اخوان، كاين عندنا هاد، انتم بالنسبه للتليكوموند كتكون هاد الرمز هذا ديال السورس. هانتوما هذا الرمز ديال السورس كيكون في اي تليكوموند، سواء كانت تليكوموند كبيره ولا صغيره، المهم كيكون فيها هذا الرمز هذا. شوف هذا كيتسمى السورس. اذا غنقلبوا على المصدر ديال فين كاين الاش دي ام جاي. بالنسبه ليا المهم نشوفوا كاين عندي اش دي ام 1، اش دي ام 2. المهم هادو كاملين لونتين الساتيليت ما نحتاجهمش. غنمشي نقلب على الاش دي ام اللي عندي فيه الاش دي ام اللي عندي فيه البوكس. ندير اوكي. اذا ملي كتدخل البوكس ديالك كتلقى الكونيكسيون، المهم خدمتي به وكتلقى الكونيكسيون هو كلشي مزيان. المهم كتلقى الكونيكسيون ما خداماش، ولا لابليكاسيون، مثلا اي ابليكاسيون ديال اي بي تي في. كنهضرش اي ابليكاسيون ديال الاشتراك، كنهضر اون جينيرال. يعني دخلتي ولقيتي لابليكاسيون ما خداماش، ولا دخلتي مثلا اليوتيوب ما خداماش، شنو هو تلقى المشكل اللي عندك كبير؟ اهم مشكل كبير غتلقى عندك هو الساعه. اما غندخل مثلا هنا، ولا كندخل لهم بارامتر. من الاحسن ندخل لهم بارامتر، حيت نهضروا على اون جينيرال. غتجي البارامتر هنا كما كتشوفوا معايا. مثلا عندي الساعه ما مريقلاش، نفترض غتدخل غتمشي تريقل الساعه ديالك. منين غتهبط هنا ديفايس بريفيرونس، ولا نهضروا على لي بريفيرونس ديال الجهاز ديال لاباراي. ادخل ليها، غتمشي للدات وتايم، غتلقى الساعه ديالك الدات ولور. المهم غدير تايم، غتدخل ليها هنا. اما غتخليها اوتوماتيك، يعني ما كانش عندك اوتوماتيك رجع اوتوماتيك، ولا كتجي هنا وتبدل الساعه ديالك. يعني هذه امور بسيطه. كتشوف التوقيت نتاعك كان عندك زائد 11 ولا ما عرفتش شنو زائد ايش، كترجع على حسب التوقيت اللي عندك. فيما كنتي دير مثلا في المغرب غندير زائد 1 جي ام تي بلس 1. صافي كنشوف الساعه مريقله ناضيه كلشي هو هذاك، صافي كنخرج.
ثاني حاجه من بين المشاكل اللي تقدر تكون عندك في الجهاز ديالك هي، اذا من بين المشاكل اللي تقدر تكون عندك هي مثلا عندك شي ابليكاسيون ديال الاشتراك. كما كانت النوع ديال هاد لابليكاسيون غندير ندخل ليها، كندير الكود اللي عطاوني ديجا كنت خدام به، ولكن درت الكود مره جيت ندير الكود اليوم مثلا تفاجئت ان كندير الكود كيعطيني راه ايروني ولا ما خدامش ولا ما، يعني عاديه مادام انه ماكتيفي ديجا ماكتيفي ما تخاف من حتى حاجه، يعني راه ماكتيفي ديجا اجوتي في لادريس ماك ديالك، راه اجوتي في لي سيرفور ديال هاد الاشتراك. اذا شنو غدير تمشي غير البارامتر مره اخرى وتهبط لي زابليكاسيون ها هي ابس، وتجي لهنا اخر ابليكاسيون مثلا فتحتي، ولا مثلا غندير هنايا تو ونشوف هذيك الابليكاسيون اللي فتحت ما عطاتنيش، مثلا ندير هذه درتها غنجي لهنا غندير كلير داتا او غتلقى سيبريمي لي في لي دوني ولا افاسي لي دوني، غتكليك عليها ودير اوكي وغترجع للابليكاسيون ديالك، غدير مود باس ديالك اللي كان عندك الكود ديال الاشتراك كود اكتيف ويخدم. اذا هذه هي امور اللي غتكون عندك من بين المشاكل اللي غتكون عندك فيها مشكل. كاين مشكل اخر ديال الويفي. بالنسبه للويفي كتعطيه كتدخل كدير ويفي او عندك كوني كلشي مزيان، الويفي كديرو كيدير لك كونيكتد ليميتد ليميتد كدير لك ليميتد كونيكشن، يعني الكونيكسيون هي كاينه ولكن محدوده ما خداماش. لا جيتي تقدر يكون المشكل عندك غير من الروتور من بوان داكسي، يعني المشكل كيكون عندك غير من الروتور اللي عندك يقدر يكون فيه مشكل. طفي الروتور وشعلو وشوف، يعني هذه امور اللي غتكون عاديه، يعني غتبدل الادريس بي وغيخدم. كان عندك درتي هذه القضيه وهذه ما طلعتش، كاين عندنا كتبدل هاد بروكسي كتبدل هاد اي بي سيتينغ هي اخر وحده، كتجي لهنا دي اش سي بي كتردها ستاتيك وكتمشي على حساب كتمشي تدخل لادريس اي بي ديالك. مثلا عندي لادريس اي بي ديالي ديال الموديم او الروتور هو 192 168 واحد واحد. انا كنجي نعطيه هذا الروتور هذا الجهاز ديالي تيف بوكس كنعطيه واحد الرقم في الاخر، هذاك الرقم الاخر هو اللي كنبدل. انت شوف شنو عندك مثلا اي حاجه عندك هنا في كما كتشوف معايا 192 168 هذاك الرقم واحد هذيك كتخليه، المهم دوك ثلاثه الارقام اللي التصنيفات الاولى تخليهم هما الاولى خليهم كما هما، غتبدل ديما الاخر. يعني كما كان عندك لادريس ماك لادريس اي بي تبدل غير اخر حاجه. انا نخلي مثلا عندي 128 نخليها وندير اوكي، ندير اوكي نتبع لهنا. غنخلي لادريس ماك ديال الروتور، هذا هو لادريس ماك ديال الروتور ولا البوان داكسي اللي مكونيكتي به ديريكت. كان عندي 01 ولا 11 اللي كان عندي نخليه. المهم نتاكد ديما من لادريس ما اي بي ديالي شنو هو، خصني نتاكد وبهم اتاكد ساهله من البيسي ولا من التليفون ولا من اي حاجه، ولا كتخلي هذا حيت هو كيكون بار ديفو. المهم واحد واحد غندير هذه 24 نخليها ديما 24 ونجيو هنا ندير دي ان اس ديال جوجل 4 800، وهنا عاوتاني دي ان اس ديال جوجل غنخليها حتى هي 4 2 800 و2 4 صافي نخليها. هنا واخا يكون عاطيك كونيكتد ليميتد كيعطيك هنا بزز منه كيوليك يعني كيولي كونيكتد كيولي يعطيك كونيكتد. درتي هذه القضيه هذه وما عطاتكش كيبقى لك حل واحد، يعني درتي اي حاجه وكونيكسيون، يعني عطيتك مثال اي حاجه درتيها في هذا الشيء هذا كامل وكيبقى لك نفس المشكل، سواء هضرنا على الابليكاسيون ما خداماش ولا الويفي ما خدامش ولا الساعه اللي قلتيها وما خدامش، اذا خيار الاخر اللي بقى لك بالنسبه لهذا غدير الروسيت، غدير هارد روسيت او الفورماتير الجهاز ديالك. اذا ما غتدخلها غتدخل البارامتر، دائما غنمشي للبارامتر كما كتشوف فوق وغنهبط للخيار ديفايس بريفرنس ونجي لهنا لتحت نقلب على بالنسبه لي في هذا الجهاز هذا كاين الاجهزه اللي كتدخل لها كدير ديفايس بريفرنس كتلقى هنا اخر خيار للخرا كتلقى هنا روسيت ولا كتلقى ريتابلير الكونفيغوراسيون ويزين، وبعض الاجهزه كتجي تلقاها هنا في اباوت، تدخل اباوت وتجي تلقى هنا فاكتوري ريسيت. مثلا الجهاز هذا فاكتوري ريسيت غندير له وغادير هنا عاوتاني دير له فاكتوري ريسيت وتخلي الجهاز ديالك شاعل مع الضوء مركب مع الضوء ما تحيدش من الضوء، صافي دير فاكتوري ريسيت وخليه يرو ديماري وهو غادي انستالي انستالي النظام ديالو من جديد. غير هو حاجه وحده قبل ما دير هادشي هذا كامل حاول انك
هذاك الاي بي تي في اللي عندك، هذاك التطبيق اللي عندك، التطبيقات ديال الشراكات اللي عندك، حاول انك تكون عارف ديجا الكودات ديالهم ديال الانستالاسيون. يعني يقدر كاين بعض الاجهزه اللي كترجع التطبيقات كما كانت، يعني ديجا هما مانستالين مع النظام من الاول، يعني واخا تفورماتي غترجع تلقى تطبيقات الشراكات كما هما. كاين بعض الاجهزه اللي واخا تفورماتيه كترجع كتلقى سميتو تطبيق طار، يعني خصك سميتو تقلب على الكود ديال التطبيق ديال الداونلودر ديالو قبل ما تفورماتيه. صافي الاخوان، هما هذه الامور اللي خصك تعرفها في الاول قبل ما دير اي حاجه. كاين عاوتاني مشكل بسيط اخر ديال البلوتوث، يعني تقدر تلقى هنا البلوتوث بالنسبه للبارامتر، كاين اللي غيلقى في بارامتر هنا البلوتوث، كاين اللي غيلقى هنا بحال ما عندي هنايا هاي بلوتوث تيليكوموند، تلقاها ما سميتو انت درتيها، ولكن دابا ملي كتخدم بها بلوتوث يعني واخا تبعد على البوكس ديالك، يعني عندك امكانيه ديال انك تتحكم فيه عن بعد. لكن المشكل الا تحيدات لك هذيك الخاصيه بلوتوث، اش كيولي عندك؟ خصك تقرب من التليكوموند، تقربها 20 سنتيم من البوكس. يعني شنو خصك دير في هذه الحاله هذه؟ غادي تقرب البوكس ديالك، ممكن تلقى هاد بلوتوث ريموت، هي هاد الزائده اللي عندنا كتلقاها ما كايناش. شنو كدير؟ كتجي هنايا كتجي هنا البلوتوث، كدير هكا كتبقى تدور هنا، كيبقى تدور تدير الريشيرش على كدير الريشيرش على هنا على اي حاجه عندك بلوتوث غتلقى هنا في الصف نيت فاش كاين بلوتوث ريموت. صافي كتطلع لك هاد الزائد هادي، اين فوا كتطلع لك هاد العلامه الزائد ديال البلوتوث ديال الريموت كنترول، صافي كتكليك عليها. انا دابا الا كليكيت عليها شنو كتعطيني اننا راه مكونيكتاوش، غتديكونيكتيها. الا كانت عندك ما مكونيكتاش غتعطيك العكس، يعني راه ديكونيكتيها خصك تكونيكتيها. صافي هذا هو الامور البسيطه اللي كتكون في اغلب اجهزه التيف بوكس. اذا الاخوان كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. بالنسبه لليوتيوب، المهم بالنسبه لليوتيوب اغلب اجهزه التيف بوكس الاقتصاديه كيكون فيهم يوتيوب ما خدامش. بالنسبه لهذا الجهاز اللي كنديروا عليه مثال، راه كاين ديجا خرجنا الفلاش ديالو، الميزاجور ديالو على شكل فلاش، يعني كتدار مانيال وكيخدم اليوتيوب عادي. بالنسبه للاجهزه الاخرى اما كيجيك ميزاجور اونلاين. اذا بالنسبه لليوتيوب، المهم ما عرفتش كتب لكم مزيان ولا لا، ها هي يوتيوب. كاين الاجهزه التيف بوكس اللي ما كتخدمش فيها يوتيوب، يعني ماشي بالضروره انه يخدم يوتيوب عندك، حيت اجهزه اقتصاديه ما كتكونش مضمونه فيه، ولكن كاين حلول الحمد لله، كاين حلول مؤخرا. بالنسبه كاين اللي كيجيه ميزاجور على شكل اونلاين، يعني غدير غير ميزاجور اونلاين وغتفيكسي لك البروبليم ديال اليوتيوب. بالنسبه للاجهزه اخرى اللي دار الفلاش مثلا وما عطاش، ولا مثلا دار الميزاجور ما عطاتوش، كاين طريقه اخرى انك تانستالي لابليكاسيون. اما كتانستالي ابليكاسيون ديال سمارت تيب ديريكت من جوجل كروم، او كتجي لهنا الداونلودر وتكتب الكود ديالها. اذا الكود ديال الداونلودر، اذا الكود الداونلودر ديال هذا الابليكاسيون اللي غتخدم في بلاصه يوتيوب كما كيبان لكم في الشاشه هو هذا. المهم غير كتبوا هنايا وتيليشارجي لابليكاسيون. المهم السميه ديال لابليكاسيون هي سمارت تيب. هذه سمارت تيب راه حتى هي كتخدم مخيره بحال تقريبا يوتيوب. ينفع تخدم بها، انستاليها راه غتجيك الصراحه مخيره، يعني حتى الكاليتي ديال الفيديو والصوره مزيان. دير الرشاش راه بحال في يوتيوب، يعني راه هو بديل ديال اليوتيوب. اذا الاخوان كنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. حاولت اني نطول شويه في الفيديو، ولكن هذه الامور هذه اللي غتكون مفيده لكم. اذا كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. الا كان الفيديو، المهم كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا الاشتراك في القناه وايضا بارطاج. كنتمنى تشتركوا معنا في القناه، وايضا تضغطوا على زر لايك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد. والسلام عليكم.